السيستم واقع. وبعدين لو كنت صاحب معاش او موظف محتاج يخلص ورقة من التأمينات، فغالبا انت سمعت الجملة دي: السيستم واقع، عدى علينا بكرة. كلمتين بس لكن ممكن يضيعوا يوم كامل من عمر انسان. انا شخصيا حصل معايا الموقف ده في التأمينات. تخيل صاحب معاش نازل من بيته من بدري وواقف في طابور ومستني يقبض فلوسه اللي هيصرف منها على بيته واسرته، وفجأة يكتشف ان الخدمة واقفة، او موظف واخد اجازة من شغله عشان يخلص ورقة من التأمينات، وبعد ساعات انتظار يرجع من غير ما ينجز حاجة. الموضوع هنا مش مجرد عطل فني، الموضوع ان في مواطن دفع وقت ومجهود ومواصلات وفي الاخر رجع زي ما راح. وخلال الايام اللي فاتت اكيد كلنا سمعنا عن مشكلة سيستم المعاشات اللي وقع في وقت مهم جدا واثر على صرف المعاشات قبل عيد الاضحى، في وقت الناس مستنية المعاش عشان تعين. وفي نفس الوقت شفنا شكاوى كتير من المواطنين عن بطء او تعطل سيستم التأمينات الاجتماعية، وبقى مشهد متكرر جدا. طيب خلينا نبص على الصورة كاملة. الحكومة خلال السنوات الأخيرة ضخت مليارات في البنية التحتية وشبكات جديدة وألياف ضوئية ومراكز بيانات عملاقة ومشروعات تحول رقمي في كل القطاعات تقريبا، بل إن الدولة النهاردة بتتكلم عن الجمهورية الرقمية ومراكز بيانات من أكبر مراكز البيانات في المنطقة. وده مجهود كبير محدش يقدر ينكره. لكن السؤال الحقيقي: إذا كانت كل الاستثمارات دي موجودة، وإذا كانت المشروعات دي شغالة فعلا، وإذا كانت الدولة بتبني بنية رقمية للمستقبل، ليه المواطن البسيط لسه بيسمع السيستم واقع؟ ليه صاحب معاش هو اللي يتحمل نتيجة العطل؟ ليه موظف بسيط هو اللي يضطر يضيع يوم كامل من شغله والاخر ما يخلصش الورق اللي هو عايزه؟ ليه الخدمة اللي المفروض توفر وقت على المواطن احيانا بتخليه يكرر نفس المشوار اكتر من مرة واكتر من يوم؟ الحقيقة ان المواطن مش مهتم يعرف عدد سيرفرات الدولة كام، او حجم مراكز البيانات ايه، ولا تكلفة المشروعات وصلت فين. المواطن بيقيس النجاح بحاجة واحدة بس: هل قدر يخلص مصلحته بسهولة؟ هل قبض معاشه في موعده؟ هل استخرج الورقة اللي هو رايح يعملها ببساطة؟ التحول الرقمي مش إننا نحول الخدمة من ورقة لشاشة. التحول الرقمي الحقيقي تبقى أسرع الخدمات وأفضل وأكثر استقرارا. عشان كده السؤال النهاردة مش موجه للمواطن، السؤال للسادة المسؤولين: امتى تبقى عبارة السيستم واقع جزء من الماضي؟ وامتى يحس المواطن ان كل الاستثمارات اللي اتصرفت على البنية التحتية الرقمية انعكست فعلا على حياته اليومية؟ لان نجاح اي منظومة رقمية مش بيتقاس بعدد الاجهزة والمباني، لكن بعدد المواطن اللي خلص مصالحهم من غير معاناة. انا اشرف محمد واشوفكم في فيديو جديد.